السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ يارا فود. يلا بينا نعمل وصفة حلوة جدا. هنعمل كوكيز بزبدة الفول السوداني، وصفة لا يمكن تتفوت أبدا، لازم تجربوها، حلوة جدا. مش هنضيف فيها ولا زبدة ولا زيت، وهنعملها بمكونات بسيطة وبكوباية دقيق واحدة. هتطلع معانا 27 قطعة من الكوكيز اللي انتوا شايفينها دي. طعم الكوكيز غني جدا ومختلف، والطريقة أسهل من كده مفيش، بمكونات بسيطة وطريقة سهلة جدا. وندخل على طول ونشوف المكونات اللي معانا. مكونات الكوكيز: معانا كوباية من الدقيق، ونص كوباية من السكر، ومعانا زبدة الفول السوداني، وبيضة واحدة. مش هنحتاج مكونات تانية. وبنفس الكوباية اللي عايرنا بيها السكر هنعاير بيها بقية المكونات. وفي بولة كده بننزل بنص كوباية من السكر البودر. ومعايا هنا زبدة الفول السوداني، هاخد منها نص كوباية. وزبدة الفول السوداني هنا بديل للسمنة او الزبدة او الزيت اللي هنستخدمه في الكوكيز. هناخد نص كوباية كده من زبدة فول السوداني، ونضيف المكونات دي كلها كده على بعض. هنضيف نص كوباية من زبدة فول السوداني على السكر. هضيف عليهم هنا بيضة، وفي بيض يبقى لازم فانيليا، فهضيف نص معلقة صغيرة من الفانيليا. لو البيض صغير هنضيف بيضتين. وهبدأ أضرب المكونات دي كويس كده. مش شرط ان أضرب المكونات بالمضرب الكهربائي، بالمضرب اليدوي كده، وهيكون سهل معايا جدا ان السكر يدوب بسرعة لان السكر بودر. وبعد كده معايا كوبايه من الدقيق، هضيف عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر، وربع معلقه صغيره من بيكربونات الصودا، ربع معلقه يعني حاجه بسيطه جدا مش هكتر. وبعد كده هضيف الدقيق واحده واحده كده على الخليط اللي ضربناه في الاول. وبعد كده هضيف معلقتين كبار من الحليب، مش هكتر سوائل كتير علشان الكوكيز ما يكونش طري معايا. وبعد كده هضيف بقيه الدقيق، وكده خلاص هبدا ان انا اقلب بقى. والعجينه هتكون سهله معايا جدا زي ما انتم شايفين كده. بفضل اقلب لحد ما الدقيق ده يختفي معايا خالص من العجين بالشكل ده، وتكون جاهزه معايا. بعد كده هضيف الشوكليت شيبس على عجينة الكوكيز بالشكل ده، وتقلبتين كده. وهبدأ بقى ان انا اشكل الكوكيز. معايا هنا الصينية وضفت عليها ورق الزبدة. وهنا هبدأ اكور حبات الكوكيز بالحجم اللي شايفاه مناسب كده. وبضيف رشة من الشوكليت شيبس على الكوكيز من فوق زي ما انتم شايفين كده. لو حابين تضيفوها، لو مش حابين تقدروا تستغنوا عن الخطوة دي. وانا عاملة هنا حبات الكوكيز كده متوسطة. لما بتدخل الفرن طبعا الحجم بيتضاعف، فالحجم ده مناسب جدا. والقوام بتاعها ما شاء الله طري، ونقدر نشكلها بسهولة على ايدينا. بكور حبات الكوكيز كده واضيف عليها الشوكليت شيبس من فوق. وبخلص الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة كده، واشكل حبات الكوكيز زي ما انتم شايفين. مفيش اسهل من كده، ما اخدتش وقت خالص ولا في التحضير ولا في التشكيل. هخلص الكمية اللي معايا كلها وبدخلها على الفرن، ونشوفها مع بعض كده بعد ما تخرج من الفرن شكلها ايه. وكده حبات الكوكيز بعد ما خرجت من الفرن وبقت جاهزة معانا. شايفين الجمال ما شاء الله، مفيش احسن من كده. وصفة سهلة وبسيطة جدا، اخده لون حلو جدا، والتسوية بتاعتها مظبوطة، والشكل كمان مظبوط جدا، ولا شقق ولا اي حاجة. واللون من فوق زي تحت كده، ومقرمشة جدا من بره، ومن جوه فيها طراوة بسيطة كده. والطعم مميز جدا ما شاء الله. وبكوباية دقيق واحدة وبيضاية واحدة عملنا الكمية الحلوة دي. ما شاء الله انضف واحلى من بره بكتير. والطعم المميز ده مش هنلاقيه بره. احلى فطار مع كوباية شاي كده الصبح، ما شاء الله حلوة جدا. لازم تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم بإذن الله. وأتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.